أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة صناع الأمل من داخل مركز دولي الحبشي، معنا فنانة رائعة في الفن والرسم. أهلا وسهلا يا فنانة. أهلا بحضرتك. عرفينا بحضرتك. اسمي فرح عبد الله، عندي 12 سنة، في جونيور 6. عرفينا بقى يا فندم على اللوحة الجميلة اللي حضرتك بترسميها. دي لوحة فن تجريدي، بجرد الشكل الطبيعي للأشكال الهندسية وبستخدم فيها ألوان سخنة وألوان باردة. بتاخدي وقت في اللوحة قبل ما تخلصيها؟ على حسب شكل اللوحة عاملة ازاي. يعني مثلا اللوحة دي شكلها ايه؟ أو بتاخد وقت منك قد ايه؟ دي مثلا ممكن تاخد مني حصة أو حصتين. يعني ممكن حصتين، يعني ممكن يعني تاخد ساعة ولا ساعتين ولا أكثر؟ لا أكتر. طب بالنسبة للألوان اللي أنت بتستعمليها، الألوان إيه؟ سخنة وباردة. طب الألوان دي موجودة في السوق؟ طب عايزين بس نعرف السادة المشاهدين بالرسم بتاعك، ارسمي وأنت بتتكلمي كده. دي بنت جنبها الحيوان بتاعها عندها وهي قاعدة، فأنا بلونها بشكلها. بس فن رائع يا فنانة، وفن جميل. من بقالك مدة بترسمي قد إيه؟ سنتين، سنة ولا أكتر من كده؟ لا أكتر، من وأنا صغيرة يعني بحب الرسم أوي. وبتخشي بقى في مسابقات ومعارض؟ طب آخر معرض خدتي إيه بقى الجايزة بتاعتك؟ شهادة. شهادة؟ بالنسبة للمركز دولي الحبشي، طبعا في فنانين زي كده وفنانات، مجهود محترم من الفنانة دولي الحبشي على الفنانين الصاعدين الجمال ده. تقولي لنا ايه بقى؟ شكرا ان هي بتعلمنا الفن ده، عشان انا بحبه من وانا صغيره، وان هي فعلا يعني بتغيرنا من مستوى لمستوى. انا عاوزك توجهي رساله لكل فنان ناشئ، لكل فنان او فنانه ناشئه، تتشجع وترسم كده زي ما انت بترسمي، تقولي لها ايه او تقولي للفنان ايه؟ لو هي عندها فن ان هي عايزه ترسم وعايزه تفضل في الفن بصي للكاميرا كده ووجهي رساله لكل فنانه وفنان. لو هي عايزه ترسم او هو عايز يرسم وحابب الفن ده يكمل فيه وموقفوش. بالتوفيق والنجاح دايما باذن الله. شكرا لحضرتك. الى اللقاء مع شخصيه مصريه جديده، قناه صناع الامل.